بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بصحة جيدة وبخير. النهاردة هنعمل مع بعض الأرنبيط، هنعمله بطريقة سهلة جدا واقتصادية جدا جدا ومقرمش، يعني بتاكلي كده فراخ كنتاكي، يعني حاجة كده اللي يشوفه مش هيصدق ان ده أرنبيط. ومن قرمشته وحلاوته مش هتتوقعي ان ده أرنبيط بقى، وبالطريقة الاقتصادية والسهلة جدا. هنجيب بقى أرنبيط، شايفين أرنبيط بقى شكله بصراحة يغري وشكله جميل وطعمه بصراحة يفتح النفس كده وجميل. طبعا احنا بقى الأرنبيط ده مبيجيش الا في موسم الشتاء، فهنعمله مع بعض ان شاء الله كتير، يعني بطرق مختلفة، وان شاء الله نعمل مع بعض الأرنبيط النهاردة بطريقة حلوة. وطبعا احنا برضو بنعمل حاجات الاقتصادية اللي نقدر ان احنا مثلا تبقى تكاليفها او يعني الحاجات المكونات بتاعتها تبقى سهلة وموجودة عندنا في البيت. فطبعا البيض دلوقتي غالي، فالقرنبيط بيبقى بنعمله ببيض كتير. فالنهارده هنعمله ببيضتين اتنين، شايفين القرنبيطه دي هنعملها ببيضتين اتنين بس، وشويه خضره وشويه دقيق بس، يعني هتعملي ما شاء الله قرنبيط كميه حلوه بمكوناتها تكون سهله جدا. معايا القرنبيطه هقطعها، يعني الزهره بتاعتها حاول ان انا يعني اطلع الزهره بس كده، واشيل بقى اي حاجه تانية وارميها واوضبها كده زي ما انتوا شايفين كده. همسكه بقى واغسله كويس، وبعد كده نجيب حله معانا على النار هنولع عليها. كان المفروض ان الحله دي متولع عليها قبلها بشويه، فانا نسيت فولعت عليها، نزلت كده بالزهره بتاع القرنبيط كده على طول. هتسيبي القرنبيط ده بقى على النار دي قد ايه؟ من اول ما يبدا ان هو يغلي تسيبيه 10 دقايق بالظبط، ما تسيبهوش اكتر من كده عشان ما يتهريش، او لحد ما هو يستوي. يعني انت ممكن يكون استوى معاكي قبل 10 دقايق، فشيليه على النار، ما تسيبوش ان هو يبدا يتهري، يا دوبك تكون الزهره كده ماسكه نفسها، وتطلعيه وتحطي عليه ميه ساقعه على طول عشان ما يتهريش معاكي ويبقى كويس. معايا نص كيلو من الدقيق، هتحطي عليه ايه؟ 3 معالق من النشا، والتوابل بتاعتي كركم، شويه من البابريكا، كمون، شويه كزبره ناشفين، ملح. تمام كده. هنقلب كده كل المكونات كده على نص كيلو من الدقيق ده، ونشوف هنعمل فيه ايه. انا هقسم الدقيق ده على مرحلتين اتنين، يعني مرحلة هعملها عجينة القرنبيط، والحبة التانيين هسيبهم كده هغلفه كده زي الفراخ الكنتاكي بالظبط. يعني هتعمليها كده بطريقة سهلة وتبقى جميلة ومقرمش معاكي. الطبق اللي انا حاطه فيه الدقيق، هحط عليه معلقة مهروسة من التوم، واطقش البيضتين او اكسر البيضتين عليهم كده. البيض ده يعني انا حاولت ان انا مثلا ممكن تعملها بيضه واحده، لو انتي مثلا يعني حسيت ان هيبقى برضو البيض كتير، هي انا حاطه بيضتين اتنين بس، يعني ما حطيتش والله اكتر من كده، وميه. لو انتي حابه بقى تزودي او يعني تعملي اضافات تانية، دي براحتك. احنا بنعمل الحاجات الاقتصاديه اللي هي تبقى موفره معاكي. تمام كده. نقلب بقى العجينه بتاعتنا كده. انا عايزه العجينه بتاعتي ما تبقاش متماسكه وما تبقاش سايله قوي زي عجينه الكريب، انا عايزاها تبقى يعني متوسطه، ماسكه نفسها شويه، تبقى عجينه كده، تبقى الكفر بتاعها متماسك شويه على زهره القرنبيط بتاعتي. تمام كده. هنحط بقى، انا حسيت ان هي تبقى سايله قوي فحطيت معلقه من الدقيق كمان كده. تمام. الخضره بتاعتي شبت وبقدونس وكزبره. تمام كده. نقلبهم انا مخرطاه تخريط ناعم، لو انت حابه بقى تفرميه في الكبه يبقى ناعم قوي او زي المهروس تمام كده، او تعمليه في الهون بتاعك. انا حسيت ان اللي هي العجينه محتاجه سن من الملح، حطيت لها. اهم حاجه تظبط الملح. وحطيت معلقه من الكمون كده على القرنبيط وانا بسلقه، ومعلقه من الملح. تمام كده. شايفين بقى القرنبيط سبته حوالي 9 دقايق كده وكشفت عليه، فسبته كمان دقيقة، لقيته لسه يعني مستني تكة بسيطة، دقيقة واحدة، وبعدين شلته من على النار على طول، وحطيت عليه شوية مية ساقعين او من الحنفية. الجو دلوقتي بدأ ان هو يسقع، والمية نازلة بتاعتنا ما شاء الله ساقعة من الحنفية، مش هتحتاجي مية من التلاجة ولا حاجة. كده تمام. شايفين القرنبيط بتاعنا ما شاء الله اتسلق وبقى جميل. هنشيله كده، طفيت كده من عليه النار، هنشيله كده من الحلة بتاعتنا او من المية بتاعت السلق بتاعته، ونحطه بقى كده في طبق تاني، ونحط عليه مية ساقعة. لايك وشير بقى واشتراك عشان الفيديو بتاعي يوصل لكل حبايبنا. ما شاء الله. شايفين بقى القرنبيط بتاعنا جميل جدا. هنحط بقى كده في العجينة اللي احنا عاملينها، نشيله من العجينة بالايد التانية، ونرش عليه رشة من الدقيق من بره كده، نكرر العملية كده كذا مرة، يعني لحد ما نخلص الكمية بتاعتنا كلها.
زي ما انتوا شايفين كده. ايد بتقلب هنا وايد بتقلب هنا عشان بس يعني ما نبوظش الدنيا، وتبقى هنا عجين وهنا دقيق، ويبقى الدنيا يعني تبقى زي المحتسين بقى كده في العجين زي ما انتوا شايفين كده. ونحط بقى كده ونكون مشغلين على الزيت بتاعنا على النار، يعني يكون سخن جدا علشان اول ما ينزل معانا ما يبقاش يشرب زيت قوي. هو ما شاء الله عليه ما كانش بيشرب زيت خالص، كان حلو وما شاء الله كان مقرمش، دنه مقرمش لحد ما يعني ما شاء الله خلص خالص كده. هنجيب بقى زي ما انتوا شايفين الزيت بتاعي سخن، ننزل بقى بالقطع بتاعه الكرنبيط كده لحد ما يحمر معايا. اهم حاجه ان انت ما ياخدش لون من بره قوي، لان انا مش متكيه عليه قوي في السليق، يعني انا عايزاه يكمل تسويته وهو بيتقلي كده. تمام. اول ما ياخد لون كده او تحس ان هو خد لون من اليمه، وتروحي قلبها على طول علشان ما يتحرقش معاكي. تمام كده. شكل الارنبيط بصراحه في الزيت وهو يعني بيتقلي، حسيت ان هو فراخ كنتاكي وانا بقليه بصراحه، وريحته كانت جميله جدا. ما حسيتش ان هو فيه الغازات ولا اي حاجات من دي خالص. هو انا معلقه الكمون في السليق بينزل كل الغازات فيه وهو بيتسلق، بيبقى طعمه جميل جدا. هو مقرمش ما شاء الله وكان تحفه. طلعه بقى من الزيت على مناديل مطبخ عشان لو في زيت ولا حاجه ينزل بقى كل حاجه فيه. ما شاء الله شايفين شكله بصراحه تحفه، ويعني يفتح النفس بصراحه. نقلي بقى بقيه الكميه زي ما قالنا المره الاولانيه كده، وبعدين بقى كده يبقى ما شاء الله خلصنا بقى الفيديو بتاعنا. وقالنا بقى كمية الارنبيط بتاعتنا يعني على طول، ما خدش معانا وقت. اسهل اكلة واحلى اكلة بقى في الشتاء ان انت تعمليها. ما شاء الله عليه جميل جدا. شايفين شكله بصراحة يفتح النفس، ولونه تحفة جدا. اللون الذهبي ده كان تحفة جدا يعني بصراحة. كان طعمه جميل برضو ومقرمش جدا. يا رب الفيديوهات بتاعتي تكون حلوة وبسيطة وخفيفة على قلوبكم. هفتح لكم واحدة كده تشوفوها بجد من جوه زي من بره. اللون بتاع الكركم كده مديله لون حلو. لو انتي حابه ان انتي تشيليه مفيش مشكله، بس هو بيدي لون حلو اصفر كده. اشوفكم في الفيديوهات اللي جايه، ويا رب اللي جاي يكون احسن. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه.